حكاية قديس شهيد وكل سنة وانتم طيبين. وتعالوا نعرف انه السيد المسيح حضر فرح اتعزم على عرس كان الجليل والعذراء والتلاميذ، وهم موجودين في العرس حصلت ان الخمر خلص، فكانت الناس انه هي بتجامل بالخمر صحاب العرس طبعا اتضايقوا انه الخمر خلص، فراحت سمعت العذراء هم بيتكلموا زعلانين وبيقولوا انه ما عندهمش خمر، راحت للسيد المسيح وقالت له على فكرة هم الخمر عندهم خلص. قال لها مالي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. وهنا السيد المسيح ما كانش يقصد إهانة للعذراء بكلمة يا امرأة، ده كلمة يا امرأة كانت في وقتها تكريم، لما حد بيكرم واحدة بيقول لها يا امرأة، ما كانش الكلمة فيها إهانة خالص، لأن الدليل على إن السيد المسيح هو وعلى الصليب قال للعذراء يا امرأة وذا ابنك على يوحنا، يعني هو ما كانش يقصد يقل من العذراء ولا يهين العذراء بالكلمة دي. ففي الوقت ده برضو قال لها لم تأتي ساعتي بعد. محبة رب المجد للعذراء مريم سمع كلامها، والعذراء قالت للخدام في الوقت ده شوفوا كل اللي يقول لكم عليه واعملوه. فقال لهم ساعتها كان في 6 أجران موجودين، قال لهم املوهم بالماء، وملوهم بالماء اتحولت من مية الخمر. وفي الوقت ده الخدام لما ادت رئيس المتكى وشرب استغرب خالص انه جايبين الخمر الجيد في الاخر، وقال لهم ايه ده، كل الناس بتجيب الخمر الجيد الاول وانتوا جايبين الخمر الجيد الاخر. وهنا كانت المعجزة ان تحول المية من خمر جيد، بس الخمر ما كانش فيه مادة مسكرة، والدليل على ان رئيس المتكى كان شارب قبل كده وبرضه كان لسه فايق وعارف الحاجة كويسة مش من الكويسة، والدليل على ان ما كانش الخمر بيسكر لدرجة ان هو لو سكران ما كانش هيعرف يميز. وكان الخمر في وقتها زي الشربات او زي البيبس والعصاير والحاجات اللي زي كده كان بيتقدم للضيوف الموجودة. ودي كانت معجزة عرس قانا الجليل. ورب المجد يكون دايما معانا وحياتنا كلها معجزات، ولربنا المجد الدائم للأبد آمين.